انا الفتره دي فعلا محتاجه فلوس، بس مش عارفه اسدها ازاي لو استلفت من حد. حاسه ان انا مش هقدر اسدها. انا يعني الفتره دي مزنقه معايا قوي، مش عارفه اعمل ايه. لا خلاص، انا مش هاخد سلف وهسيبها كده بقى وخلاص. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يعني اللي خد سلف من حد، سواء بقى كانت فلوس او اي حاجه من اللي بتتسلف، مش شرط فلوس بس، وهو نيته ان اول ما ربنا يكرمه بفلوس هيسد لصاحب الدين ده فلوسه، اداها الله عنه. يعني ايه اداها الله؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك وهيكرمك بفلوس لحد ما هتسد الدين اللي عليك ده. فكن على يقين انك لو واخد سلف من اي حد حتى لو كان مبلغ صغير قوي، كن على يقين ان طول ما انت نيتك السداد للشخص ده اللي وقف جنبك وقت زنقتك، ربنا هيكرمك بفلوس قريب قوي 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 قوي، وهتسد دينك ومش هتحتاج انك تستلف تاني. اما بقى اللي خد فلوس من حد وهو نيته وهو بياخد الفلوس كده في ايده، خد الفلوس دي وهو نيته عدم السداد، اتلفها الله. يعني ايه اتلفها؟ اتلفها الله يعني ربنا سبحانه وتعالى هيضيع وهيهلك الفلوس اللي انت خدتها في ايدك، مش هتستفاد بيها، وبرده مش هيكرمك ومش هيرزقك، لان نيتك مش السداد للشخص ده. لانك انت لو ربنا رزقك وكرمك بفلوس، انت مش هترجعها له. عدم الرزق او قلة الرزق في الفلوس معاك ممكن يكون سببها انك واخد فلوس من حد ومش عايز تسددها، او مش واخد النية انك تسددها، وده مجرد جزاء في الدنيا، وفي الاخرة هيتحاسب. فنصيحة مني، لما تيجي تستلف فلوس من حد او تستلف اي حاجة، تبقى نيتك السداد للشخص ده عشان ربنا يكرمك فعلا بفلوس وتسد الشخص ده، وما تبقاش محتاج انك تستلف من اي حد تاني، فربنا ساعتها هيكرمك. ولازم ناخد نية، لان انما الاعمال بالنيات، احنا بنتحاسب على نوايانا. السلام عليكم.